الوطني. يا اخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا اخي انا لعبت 100 مباراه، يا اخي ما لعبت على ارضي مباراه رسميه، ايش تتوقع منه؟ اكيد بيفرحون بيستانسون بيصيحون، مشاعر جياشه عندهم. فاللي انا اشوفه اليوم شيء حلو ان هذه الارض اصلا لازم احنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. اذا تبون قوميه، تبون عروبه، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. انتم تبونهم اليوم في احضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني انا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين اسمعهم نبي البطوله نبي البطوله، شنو البطوله؟ بطوله كره قدم. بطوله كره قدم وجمعت لكم هذه الامه كلها من قبل لا تبتدي البطوله، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميله اللي قاعد نشوفها، والناس يقولون لكم تعالوا يا اخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل اليكم، تعالوا. بعضهم فقد الامل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا اصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الاخ محافظ البصره اسعد العيداني يقول احنا طالبنا وزاره الداخليه ورئاسه الوزراء ان يفتحون لنا الحدود مع اشقائنا. افتحوا الحدود، الشعوب جو، الخليجيين جو بكل بساطه. هذا احنا موجودين في العراق ومستانسين وفرحانين، والشعب اللهم لك الحمد ياكلنا ويشربنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعه الخير، احنا ارجع واقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغه، ما في اي مبالغه في كلامنا. الناس هذول يبوننا حواليهم يا جماعه الخير. الارض هذه لو احنا تبينا معاهم فتره بيشتغلون في البنيه التحتيه، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الانفاق، بيشتغلون في البلد، لانهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، بيشوفون الناس قاعد بيجونهم، بيصير في سياحه، في تجاره، في علم، في ثقافه. ترى هذول كانوا اصلا في الاساس هم هاي حياتهم. البصره في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحه، بلد اقتصاد، بلد تجاره. اشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي اساسا من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء،